النهاردة هنجهز مربى الفراولة لرمضان. كل سنة وانتم طيبين. النهاردة هنعملها بطريقة بسيطة جدا ومكونات بسيطة، مش هتكلفك اي حاجة. هنعملها سكر اقل، طعم اجمل من اللي انتي بتجيبيها من بره، لانها صحية عن اللي انتي بتجيبيها من بره، وطعمها جميل جدا. قوامها يا جماعة كريمي جدا وجميل ولها لمعة تحفة. اول حاجة هجيب كمية الفراولة اللي انتي حابة تعمليها. طبعا انا هنا استخدمت كيلو من الفراولة. انا هغسلها طبعا كتير جدا علشان بيبقى فيها تراب كتير وحاجات كتيرة كده، يعني شوائب. وبعدين هجيب الوردة الخضر اللي فوق دي واقطعها كده بالسكينة، وبعدين احضر الكمية بتاعتي. هعملها قطع هعملها قطع صغيرة جدا علشان في الاخر تبقى قوامها كريمي، وما تضطريش ان انتي تضربي نصها بالهاند بلندر علشان يبقى نص ناعم ونص قطع. فانا بعملها كده صغيرة عشان تتهري معايا. في طبعا اللي بتعمل الفراولة سليمة، وفي اللي بتعملها قطع كبيرة، على حسب ذوق كل مننا. كل كيلو فراولة بنضيف له نص كيلو من السكر. انا هنا ضفت كوبايتين بس، يعني اقل منهم نص كيلو بكتير، علشان كل ما السكر بتاعها يبقى قليل كل ما بتبقى اجمل واطعم. هقلب السكر كده فيها علشان تنزل ميتها بسرعة، وممكن تبيتيها في التلاجة وتستخدميها تاني يوم. بس انا هنا عملتها ركنتها بس ساعة، وبعدين حطيتها على النار. بعد الساعة نزلت ميتها، وبعدين حطيتها في حلة. الجزء ده اتشال مني في التصوير. حطيتها في حلة على النار وعليت النار على الاخر. اخدت معايا اول غلوة، وبعدين هديت النار عليها. اسيبها بقى على راحتها خالص، بتاخد معايا من ربع ساعة على النار. اسيبها بقى تكمل غليانها كده على نار هادية. بعد ما خدت اول غلوتين على نار هادية، عصرت عليها نص ليمونة. هتبداي بقى تشيلي الرغاوي اللي فوق الوش دي اول باول، علشان دي لو سبتيها بتأثر عمر الفراولة وبتخليها تبوظ معاكي بسرعة. شايفين بقى لونها صافي بعد ما شيلنا الرغاوي اللي فوق الوش. الشربات بتاع المربى او العسل بتاعها بدأ يبقى لزج شوية ويتمسك شوية بشوية، علشان بقى اختبرها واشوفها انها استوت ولا لا. هجيب معلقة في الطبق واحطها واسيبه جنبي شوية علشان يبرد شوية. وبعدين هاخد بصباعي كده خط من النص. لو العسل بتاع المربى اتجمع يعني رجع لبعضه بسرعة، يبقى كده هي محتاجة غلوة كمان. ما رجعش بسرعة كده يبقى هي استوت، وبعدين نطفي النار عليها. هي كده مربتي خلاص استوت. شايفين يا جماعة جميلة جدا، تحفة، لها لمعة جميلة جدا، قوامها جميل وكريمي، والقطع فيها صغيرة جميلة جدا. حقيقي اجمل من اللي احنا بنجيبها من بره بتاعة المصانع، وبعدين ضمن نظافتها في البيت وصحية جدا. كمان اللي حابة يعني بتعمل رجيم ومش عاوزة سكريات كتير، دي ممكن تقدري تاكليها. هعملها بقى كده واحطها في برطمانات واحطها على رف التلاجة. هتقعد معايا في التلاجة بالشهور. ولو انتي عاملة كمية كبيرة، ممكن انتي تحطي البرطمانات في الفريزر، تاخدي برطمان تحطيه على رف التلاجة تستعملي منه، واول ما يخلص تجيبي غيره وتحطيه على التلاجة. بكده ممكن تقعد معاكي سنة كاملة. بس تخلي البرطمانات تحطيه في برطمانات ازاز، وتخلي البرطمانات محكمة الغلق، يعني تقفليهم كويس جدا. انا هنا جبت البرطمانات بتاعتي، غسلتها وعقمتها ونشفتها كويس جدا وصفيتها من اي ميه. ما تخليش فيها نقطة مية علشان ممكن تعمل عفونة في المربى وتبوظها معاكي. كمان ممكن تحطيها في اكياس وتحفظيها في الفريزر، هتقعد برضو معاكي لمدة سنة. يلا جيبي الكمية اللي انتي حابة تعمليها وحضريها لرمضان. ما بنستغناش عن نوع المربات دي في رمضان على السحور.
تحفة وجميلة جدا. لو وصلتي معايا لحد هنا متنسيش تعملي لايك ومتابعة للقناة، شيري الفيديو انتي واصحابك، واعملي لي كومنت كده وقولي لي رأيك في التعليقات. يلا كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم.